ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ دي تاني محاضرة في المحاضرات المجانية، وده هيكون تطبيق عن المحاضرة اللي فاتت اللي هي النود اديتنج والبولي لاين والحاجات اللي احنا اتعلمناها مع بعض. مبدئيا احنا هنتعلم على الصورة دي، وهنتعلم ازاي نرسم الصورة دي علشان بعد كده ان شاء الله لما نتعلم البرمجة نعرف نبرمجها ونقطعها على مكنة الراوتر ان شاء الله. انا بكل بساطة هسحب الصورة، هحطها على الارت كام وهدوس له اوكي. هو هنا عمل لي فايل كامل بالصوره دي وبابعاد الصوره. هدوس له اوكي. دلوقتي الصوره اتحطت، بس هو فايل مفتوح معايا او البرنامج مفتوح معايا على 3 دي فيو، فانا هعدله واخليه 2 دي فيو وابدا ارسم على الصوره دي. انا هرسم ازاي على الصوره دي؟ ممكن اعمل حاجه دلوقتي في الارت كام اخليها تترسم في لحظه، ولكن بتكون مش دقيقه وبيكون افضل ان احنا نرسمها بايدينا. انا طبعا الصوره دي لو اديتها للمكنه، المكنه مش هتفهم مني حاجه، فانا طبعا محتاج علشان ارسم الصوره دي لازم احط عليها خطوط وبعد كده ابرمج وبعد كده اطلع للمكنه عشان المكنه تفهم الاكواد اللي انا هطلعها لها. فانا دلوقتي هعمل ايه؟ هنا السلايدر ده دي شغلته ان هو بيخفي الصوره شويه او يفتحها شويه. يعني انا لو عملتها كده هو خفيها بنسبة مثلا 70-80%، فأنا ممكن أخليها هنا في المتوسط علشان أبقى شايف أنا شغال إزاي، خصوصا إن الصورة سودة وإحنا هنشتغل بخطوط سودة، الدنيا ما تسحش معانا في بعضيها يعني. طيب مبدئيا إحنا هناخد الدايرة السيركل وهنقول له والله إحنا عايزين نعملها من السنتر. لو جيت هنا وقفت تقريبا نص الصورة، يعني أنا أفضل أدور كده هنا، شفت العلامة اللي ظهرت دي معناها إن إحنا كده في سنتر الرسم. فأنا هدوس وأسحب. عملنا اول دايره، هندوس كليك يمين وهنرجع تاني نرسم تاني دايره لحد هنا. كلام جميل جدا. اللي جوه بقى ده احنا هنرسمه ازاي؟ خليك فاكر ان احنا هنا بنحاول قدر الامكان ان احنا نلاقي حل سريع نرسم بيه الشكل اللي قدامنا ونختصر بيه على نفسنا وقت ومجهود. واحنا في الرسومات الابيض واسود اللي زي كده احنا بس محتاجين نمشي على الحواف او الخطوط. انا عندي ايه تاني دايره؟ عندي عين الطائر ده مثلا، ممكن اعمل لها دايره صغيره هنا مثلا وادوس كليك يمين عشان تتكريت. ايه تاني عندنا اقدر اختصر فيه؟ اقدر ان انا اجيب الارك ده اللي هو القوس واسحبه من هنا كده، ادوس واسحب واجي هنا واسيب وبعد كده اظبط القوس بتاعي. وممكن كمان اجي هنا ادوس واسحب واظبط القوس بتاعي. هنا مش قوس. حل الموضوع ده ايه؟ ان انا والله هاجي اقف على ده كده، هعلم عليه سيلكت اللي احنا اتعلمناها، واجي اقف على القوس كده وادوس حرف البي علشان يقلب حاجه اسمها بيزير. اقدر اتحكم في الهاندل ده اظبطه كده وفي الهاندل ده اظبطه كده. طيب انا تحت هنا ده ممكن يجي بقوس، الموضوع يبقى اسهل. فانا هدوس والله هنا هاجي اقف على حرف اللاين اللي انا عملته قبل كده او القوس اللي انا عملته قبل كده، هتظهر لي العلامه دي معناها ان انا النقطه هتبقى فوق النقطه. فممكن ادوس هنا واسحب كده واجي اقف هنا واسحب كده، يعني ادوس كده واقفل. ممكن اعمل كمان قوس من هنا لهنا واظبط القوس كده واقفل. وممكن هنا كمان نفس القصه. هي كلها ما شاء الله اقواس والموضوع ماشي بسلاسة ولذيذ قوي يعني. طيب هنا القوس مش هيظبط معانا، فاحنا هنعمل زي ما عملنا في الجناح الاولاني، هنعمل كده وهندوس عليها حرف الان وهنيجي نقف على القوس وهندوس حرف البي عشان يقلب بزير ونمسك الهاندل ده نظبط الدنيا كده. هنا ممكن اعمل ايه؟ هنا ممكن اعملها بنفس الطريقة، ولكن الافضل خليني اجرب معاكم البولي لاين. فانا شغلت البولي لاين، هاجي اقف هنا لغايه لما يظهر لي المربع ده، ادوس معناه ان النقطه فوق النقطه، وهاجي هنا في نص الدايره دي ادوس نقطه، وهنا في بدايه المنحنى ده ادوس نقطه، وفي اخر المنحنى هدوس نقطه. طبعا احنا بنحاول قدر الامكان ان احنا نعمل اقل عدد ممكن من النقط. وعلى فكره النقطه اللي في النص اللي هي هنا دي انا كان ممكن ما اعملهاش وبرده كانت الدنيا هتمشي. فانا بحافظ ان انا اقل عدد من النقط بحيث ان انا يبقى الشكل انسيابي معايا ما فيهوش اي تعريجات. انا دلوقتي هدوس حرف الان علشان افتح النود اديتنج، وممكن اجي هنا على النقطة دي وادوس له حرف الاس قلنا بيعمل ايه؟ بيخلي الشكل سموز. واظبط دي هنا كده الهاندل ده، واظبط الهاندل ده كده، واظبط الهاندل ده هنا. النقطة دي قلنا مش عايزينها، انا ممكن ادوس عليها حرف الدي اتمسحت النقطة واتحكم من الهاندل ده اظبطها كده. اقدر اغير مكان النقطة دي لو حاسس ان النقطة دي مكانها مش مظبوط. نفس الفكرة برضو هنعملها تحت. هاجي هقف هنا وهقف هنا ادي نقطة وهنا هدي نقطة وهنا هدي نقطة وادوس كليك يمين، افتح النود اديتنج
اقف على النقطه دي بس كده وادوس حرف الاس، ما شاء الله هي اتظبطت معايا اوتوماتيك، ولكن برضو هنعدل سنه. طبعا انا بتحرك بالبكره او بدوس الكليكين مع بعض، كليك يمين مع كليك شمال، بدوسهم مع بعض وبسحب بتحرك كده. طيب النقطه دي ممكن اعملها برضو سموث، بحيث ان انا اتحكم في الهاندل ده واظبطه كده، وامسك الهاندل ده كده والهاندل ده كده. النقطه دي اقدر الغيها برضو، بان انا كنت الغيها واتحكم من الهاندل ده والهاندل ده. كده رسمنا جزء كبير من العصفور. طيب انا اقدر النقطه دي ممكن اوسعها شويه. ليه بقى هوسعها شويه؟ علشان الجزئيه دي كل ما هتبقى ضعيفه كل ما هتبقى مش احسن حاجه، لان لما البنطه هتيجي عندها لو ضعيفه هتتكسر، وحتى لو طلعت سليمه من البنطه فبعد كده هيكون كسرها سهل. فانا محتاج ان انا برضو اكبر الحته دي. في الصور او في الرسومات ما بيهتموش قوي بالقصه دي، وهو يعني بيعتمد عليك انت بشكل اكبر ان انت تبقى عارف ايه اللي ممكن يتكسر وايه اللي ممكن لا يعني دي هتتكسر لا محاله، ودي هتتكسر لا محاله، والحاجات اللي هي الرفيعه والخفيفه قوي دي كده كده هتتكسر. ولكن احنا دلوقتي بنطبق، بس انا بفهمك احنا بنبقى شغالين ازاي، وبنبقى عارفين ايه اللي ممكن يتكسر على المكنه وايه اللي ممكن حتى يبقى ضعيف او الكلام ده كله. هنا هقفل برضو ده كده، ممكن اخد معاها دي بالمره، اجي ادوس كده واعمل هنا نقطه وهدوس حرف الان. طيب انا دلوقتي ده العصب عندي، ده اللي ماسك الورقه دي بالفرع ده، وعندي كمان هنا عصب الحته دي ماسكه كده، ده عصب. طبعا كل الزيادات اللي هنا يعني الزياده دي احنا هنقصها والزياده دي احنا هنقصها، تمام، ولكن مش دلوقتي، خليها في الاخر علشان نبقى مركزين في اللي احنا بنعمله دلوقتي. نرجع تاني. بص انا بحاول ارسم الشكل هو بس بالحاجات اللي تبقى مناسبه معانا كسي ان سي، علشان مفيش حاجه تتكسر، مفيش حاجه تبقى ضعيفه. فانا برسم الشكل اللي قدامي بس بالحاجه اللي انا شايفها صح ان هي تتعمل. انا هاجي هنا اعمل نقطه، وهنا اعمل نقطه، وهنا اعمل نقطه، وهنا ايه بقى الشكل اللي انا عملته ده؟ طبعا اغلبكم فاهم الفكره. هدوس حرف الان برضو، وهاجي هنا ادوس له حرف الاي اللي هو الارك، هسحب كده. انا شايف ان هي برضو كده هتبقى لطيفه، بحيث ان انا عايز اتخن الحته دي ما اسيبهاش صغيره كده، تمام. وهنا هدوس له برضو حرف الاي، وممكن بعد ما اعمل ايه وايه واظبط اقدر هنا اقف اعمل سموث، بحيث ان انا اضمن ان هي فعلا مش هيبقى فيها ولا 1/10 شرب، او ما يبقاش فيها اي تضليع. مسافه انا ما دوست سموث خلاص هو بيظبطها لي ان هي حتى لو في اي سنه شرب ان هي تظبط وتبقى سموث وناعمه وانسيابيه معايا. طيب اجي هنا برضو ممكن ادوس حرف الاي، ولكن هو مش هيعمل لي اللي انا عايزه. فانا ممكن ادوس حرف الاي اعمل شكل مبدئي كده، وبعد كده ارجع اعدل فيه بحرف البي، هيظهر لي الهاندل ده. انا ليه ما جيتش هنا وعملت سموث على طول؟ لان انا لو جيت هنا ودوست سموث على طول هيبوظ لي اللي انا عملته هنا. يعني انا لو جيت هنا دوست سموث بص باظت. فانا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اقرب له الشكل، فبدوس حرف البي الاول على الضلع ده اقرب له الشكل، وبعد كده انا لو دوست سموث هنا مش هيحصل حاجه، او حتى لو اختلفت هيبقى اختلاف بسيط جدا، لان انا راسم له الخط على نفس الاستقامه تقريبا. وهنا هدوس اس، هو ده اللي انا بتكلم فيه بقى. بص هنا حصلت تعريجه ليه؟ علشان حطيت نقط زياده. فانا ممكن النقطه دي امسحها خالص، وابدا من الهاندل ده وده اظبط الدنيا كده، امسك الهاندل ده كده وامسك الهاندل ده كده. طيب يا شباب رجعنا بعد ما كملناها ان شاء الله.
هنعمل دلوقتي اللي ناقص في الموضوع ده ايه بقى. طبعا المكنه دلوقتي هتطلع لي كذا ايرور لو حبيت ابرمج، فطبعا في شويه مشاكل لازم احلها. كل الخطوط دي كل حاجه لوحدها. انا محتاج الاول عشان اعمل اي حاجه ان انا اعمل جوين للخطوط دي. يعني ايه جوين؟ يعني لحام. فانا هعمل سيلكت لكل ده، وطالما انا حاطط النقط على النقط مظبوط يبقى انا ان شاء الله مفيش اي مشاكل هتحصل معايا. يبقى انا محتاج اعلم على كل دول واجي هنا، دي علامه الجوين. هنا بيقول لي جوين فيكتورز ويز اي لاين. اي لاين اللي هو لو انا عندي مثلا خط هنا وخط هنا وعايز الحمهم فبيلحمهم لي بخط في النص. طيب انا لو فضلت متكي بيظهر لي اختيارات تانية، بيقول لي انت عايز تلحمهم بنص دايره، ولا عايز تلحمهم شارب يعني تبقى مقفوله مدببه، ولا الاخيره جوين فيكتور ويز كونكيدنت نود. طيب انا هفتح هنا ولا الاختيار الاخير ده؟ بيقول لي بقى ايه، ان انا اقدر الحم لك اي نقطه فوق نقطه، كل نقطتين فوق بعض انا اقدر الحمهم لك. التانيين دول مخفيين ليه؟ لان التانيين عايزين شكل حاجتين بس، مش عايزين كل ده. يعني انا لو علمت على دول كلهم كده تمام وحبيت اعمل دي طبعا مقفوله، لكن لو مسكت الاتنين دول بس، لو مسكتهم اقدر دلوقتي اعمل جوين مثلا هنا بده كده، لحمهم لي هنا في النقطه دي، بينقي اقرب نقطتين ويلحم فيها. طب انا مثلا لو افترضت علشان تفهم الموضوع اكتر، لو سحبت دي بره هنا ومسكت الاتنين دول كده ولحمت هنا كده، خدت بالك قربهم لبعض ولحمهم مدبب بلحام مدبب. طيب انا لو عملت دايره بص كده، طيب انا لو عملت مربع، العلامه دي متكرره يا عم فيكتور؟ لا هي مش متكرره، هي دي جوين اللي جنبيها على طول كلوز. كلوز دي لو انا عندي الشكل ده، الشكل ده هنا اهو، ابعده كده عن بعضه، هقول له والله انا عايز ده جوين. الجوين خلاص اتعمل هنا، بس اتعمل بلاين في النص. طيب انا ممكن اعمله من هنا كده بالنقطه دي تمام. الحته دي بقى انا عايز اقفلها، فاقدر بكلوز دي اقفلها بخط طولي او بقوس، او اقفلها برضو مدببه زي اللي فوق كده. وصلت الفكره؟ وصلت الفكره. دلوقتي انا هعلم على كل دول واعملهم جوين بالطريقه الاخيره دي اللي هي هنا. فتح لي اعداد واحد. التوليرانس ده دايما خليه قيمه قليله، وده انا هشرحه لك في الكورس ان شاء الله معناه ايه، لان ده من الحاجات الادفانسد شويه واللي محتاجه يعني ايه شويه خبره في الموضوع. تحت هنا بيقول لي number of vectors now، يعني عدد الفيكتورات دلوقتي كام؟ هم 30. لما انا الحمهم افتر يعني بعد كده هيبقوا كام؟ هيبقوا 12. يعني هيلحم كل اتنين جنب بعض في بعض تمام، كل حاجة قريبة او كل نقطة فوق النقطة التانية هيلحمهم في بعض، وفي الاخر هيطلع عدد الفيكتورات 12. فخلينا نجرب كده، نقول له جوين دلوقتي ناو، قال لك 12. 12 ليه بقى؟ انا عايزهم بالكتير 2 او 3. ليه؟ لان انا المفروض دي تكون ملحومة في دي، لان طبعا هنا المكنة تقرا ان في هنا مشكلة، والبرمجة هنا ما ترضاش تتبرمج لان في هنا حاجة قطع الموضوع. انا هنا مش عايز قطع، انا عايز دي تبقى ملحومة في دي، بحيث ان ده يبقى عصب، ده كده كله يبقى عصب. فانا محتاج اعمل ايه دلوقتي؟ محتاج اروح لحاجة اسمها تريم فيكتورز اللي هو المقص ده. خلينا نفتح اعدادات المقص ونشوف ايه اللي موجود. في حاجة في الاعدادات اسمها اوتو جوين. اوتو جوين بيعمل لك نفس اللي هنا ده بيعمله، ولكن بيعمله لك اوتوماتيك. فانا ممكن اقفل دي اللي هي بتاعت الجوين اللي هنا، وهعلم على الاوتو جوين، واجي هنا هتلاقي المقص اتفتح، ادوس هو قص الزياده ولحم دي في دي ودي في دي تمام. وصلت؟ طيب اجي هنا برضو ادوس كده، وهنا برضو نفس الموضوع. هنا حصلت مشكله، ان اكيد كانت النقطه بعيده عن الخط. خلينا بقى ايه، نرجع هنا كده على السلك. بص لو تاخد بالك هتلاقي الخط مزود شويه او مش مظبوط. فحلها ايه؟ كل حلها البسيط ان انا هدوس حرف الان، هحرك النقطه دي كده وارجع احطها هنا تاني. وبالمناسبه الاسباير اذكى شويه في النقط اللي زي كده، او اصلا ما بيطلعش المشاكل دي. واجيب هنا المقص واجرب اقص، تمام الدنيا جميله. طيب لو جربت هنا حصلت نفس الازمه برضو. طيب وده كان شرح
وتطبيق على اللي احنا اتعلمناه قبل كده. اتعلمنا حاجة جديدة النهاردة اللي هي الاوفست والتريم والجوين والكلوز. اتمنى تكون المحاضرة دي فادتكم، وان شاء الله نتقابل في محاضرات مجانية اخرى وان شاء الله انا حابب بس افكركم بالكورس. وهنبدأ الاول باساسيات الارت كام باستفاضة طبعا، وبعد كده هنبدأ نخش في الراينو وفي الاسباير، وهنبدأ بقى نخش في شغل تقيل زي 3D، وهنبدأ نبرمج ونطلع البونط بتاعتنا علشان نبدأ نشغل المكنة.